قال نعم. قال رحمه الله تعالى: وخرج أي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد في 1000 مقاتل، وهذا بمقابل 3000 تجيشوا وتجمعوا من الكفار لمقاتلة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فخرج عليه الصلاة والسلام في 1000 مقاتل، فلما كان ببعض الطريق انخزل أي انفرد. نعم، انخزل عبد الله بن أبي في نحو من 300 إلى المدينة، أي راجعا إلى المدينة. وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان، يعني مضى معهم بعض الطريق مستعدا للنصرة وللملاقاة، ثم في أثناء الطريق ينفرد ب300 ويرجع بهم إلى المدينة. قال: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع. رجع عبد الله وراءهم يوبخهم على نكوصهم ورجوعهم وانخزالهم، ويحثهم على الرجوع للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، يعني ما هناك قتال، لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. وهذه كلمة قالوها إعلاما منهم بعدم استعدادهم للخوض مع المسلمين في هذه المعركة. فلما أبوا عليه كان وبخهم ولامهم وأكثر عليهم القول رضي الله عنه وأرضاه، فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم، وجاء أنه قال: أبعدكم الله، وإن الله عز وجل سيغني نبيه والمؤمنين عن نصرتكم، إن الله سيغني نبيه والمؤمنين عن نصرتكم. قال: أبعدكم الله. قال المؤلف ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، قال: وهؤلاء القوم، يعني عبد الله بن أبي والجماعة الذين معه الذين انخزلوا، قال: وهؤلاء القوم هم المرادون بقول الله تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ومر معنا أنهم قالوا لعبد الله بن عمرو بن حرام: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله: وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لا خفاء فيه ولا شك فيه، لأن القوم جاءوا إلى المدينة ب3000 مقاتل وفي غاية الحنق والغيظ، وصدورهم ممتلئة غيظا على المؤمنين، فلأي شيء جاءوا؟ حتى يقول هذا ومن معه: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي ليس هناك قتال، فرجعوا بحجة أنه ليس هناك قتال، فالقتال بين وظاهر وواضح. وهؤلاء هذه الجموع التي جاءت وهذه الجيوش التي تجيشت وجاءت إلى ناحية المدينة ما جاءوا إلا للمقاتلة.